لو عندك باكت جيلي واحد وبسكوتة يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل مع بعض حلو اقتصادي سريع جدا وعلى قد الايد، مقاديره متوفرة في كل بيت. لايك وشير كتير للفيديو. حضري بولة نظيفة وناشفة هتنزلي فيها بباكت الجيلي اللي قلتلك عليه معلقة كبيرة من الجيلاتين، واهم حاجة عندي تتأكدي ان هو حلال. بعد كده هتنزلي بمعلقتين كبار من السكر، وعليهم كوبايتين ونص من مج الشاي العادي اللي في اي بيت مية مغلية بالشكل ده. بعد كده هتقلبي كل ده بالمضرب، اهم حاجة المية تكون مغلية علشان الجيلاتين يدوب معانا بسرعة. وتقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعضه وتسيبيه يبرد 10 دقايق. عبال ما يبرد هنحضر كل الفواكه اللي في التلاجة بتاعتك، وهتحضري قالب يا اما جرانيت يا اما ألمونيوم يا اما سيليكون اللي عندك، ما توقفيش نفسك على اي حاجة. وباكت البسكوت اللي قلتلك عليه هتقطعي الفاكهة قطع صغيرة مع باكت البسكوت وتقلبيهم كده تقليبة صغيرة، وتكوني دهنة القالب بتاعك دهنة زيت خفيفة. بعد كده لما تقلبي كل الكلام الجميل ده مع بعضه هتنزلي عليهم بقى بالجيلي بتاعنا. لوحة فنية فعلا. وتدخلوها التلاجة مدة لا تقل عن 4 ساعات علشان تكون متماسكة وجميلة وتطلع بالشكل الجميل ده. وهنا بقى اقدر اقولك ما توقفيش نفسك على نوع معين اللي عندك في التلاجة. ممكن تحطي تفاح او فراولة او عنب او خوخ او مشمش او برقوق، اي حاجة متوفرة عندك. الفاكهة الصيف كتيرة وما توقفيش نفسك على اي حاجة. بعد ال4 ساعات هتطلعيها من التلاجة وتقلبيها بقى كده على صينية وتكون بالشكل الجميل ده. تقطعيها بقى قطع صغيرة كده لأولادك، حاجة ساقعة وجميلة ومرطبة على القلب في الصيف الحر قوي ده. تعالوا نشوف اللوحة الفنية دي من جوه عاملة ازاي. شايفين الميكس ما بين الفواكه والبسكوت والجيلي؟ فعلا مدي طعم حلو جدا. لازم تجربوها على طريقتي، وكلكم لازم تنتظروا من وصفتك مع اسماء وصفات الصيف اللي هتبقى حلوة قوي. وبكده الفيديو بتاعنا انتهى، وجربوها على طريقتي وهتدعولي.